السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويتي وش راكم وش حوالكم؟ يا ربي كامل تكونوا بخير. أنا في نعمة والحمد لله. ويتي بلا ما ننسى وندعو الموتى وموتى المسلمين. اللهم ارحم ولديتي وارحم والدي وارحم موتى المسلمين أجمعين، آمين يا رب العالمين. ألف ألف مبروك للناس اللي تحصلوا على شهادة البكالوريا. نقولهم إن شاء الله من نجاح إلى نجاح، واللي ما جابوهش نقولهم لا تقنطوا ولا تحزنوا من رحمة الله، إن الله مع الصابرين. العام الجاي إن شاء الله تجيبوه بنتيجة مليحة، كل عطلة فيها خير. خويتي اليوم أنا حبيت نحضر معاك من بطاطا لابيري. قبل ما نحضروا الوصفة نتاعنا نقول لكم ما تنسوش الجام. اللي وصلت معايا لهنا نقول اختي حطي صبعك على الجام، فضلا وليس امرا، اجرك على الله، يعني في ميزان حسناتك، يعني ما راح تخسري والو. قلت لكم انايا البطاطا عندي، يعني راح نحضروا لابيري. عندي البطاطا يعني قيس العائله نتاعي، نقيتها وقطعتها يعني مربعات هكذا شويه كبار. حطيت لها الماء يعني حتى نقميتها. غطيت البطاطا نتاعي، حطيت لها الملح باه ما تجينا الصنبه، حطيت 6 ورقات رانت، حطيت 2 فصوص ثوم. درك نديها على النار وما نسوش الزيت، نحط لها الزيت ونغطيها ونخليها طيب. انا نروحوا للصلصه تاعنا. عندنا اللحم، يعني أنا اللحم نتاعي كان في المجمد، يعني كان في المجمد نحيته. دوكا راح نقطعه على هذه الطريقه، يعني نقطعه مربعات على هذه الطريقه. والناس اللي عم يدخلوا جديد ويشوفوا قناتنا نقول لهم الف مرحبا بكم، يعني شرفتوني ونورتوني، ربي ينوركم. ما تنسوش الجام والاشتراك وتفعيل الجرس باه يعطيكم كل ما هو جديد منا. والمشتركات نتاعي الوفيات نقول ربي يحفظكم وينوركم داخل الوطن وخارج الوطن. محبتكم في قلبي، تعجبني تعليقاتكم، يعني تعجبني تعليقاتكم حلوة بزاف، يعني كلامكم طيب. شكرا شكرا. هنايا قطعنا اللحم تاعنا درك على هذه الطريقة، ما راكي تشاهدي. ما ننسوش نصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. صلى الله عليك يا حبيبي يا محمد. استغفر الله ولا اله الا الله. احنا كملنا اللحم نتاعنا، درك نحكم كيكوطا ولا قدرة تكون ثقيلة. من الأحسن يعني كيكوطا. كيكوطا يعني تجي الماكلة نتاعها يعني حلوة وتعقدها ويطيب لنا اللحم تاعنا. احنا دوك حطينا اللحم، راح نحط ثمغارف زيت. صدقوني هذه لاصوص جات بنينه بنينه بزاف بزاف. حطينا 3 مغارف زيت، نحط مغرف وزياده، يعني مغرف وربع ولا مغرف ونص طماطيش مصبره. وحطينا يعني ثوم يعني مرحي، حطيت الكمون، حطيت راس الحانوت، حطيت الكركم، وحطينا الملح طبيعة الحال، وحطيت انا الفلفل هذا الحار. وده حبيت طيبي بالفلفل الاكحل، حط الفلفل الاكحل على بالكم. انا ديما نقول لكم ما نديرش الفلفل الاكحل، يوجعني في المعده، انا ما نتفاهمش مع الفلفل الاكحل. هنايا ندوها على النار يعني ونقلوها يعني على راحتها، نخلوها تتغلى يعني سر البنة في التغلية. كما راكي تشاهدي انا نخليها تتغلى مليح. ساعة لساعة نحركها باش ما تلصقليش في الكيكوطة. هكذا خليها يعني تشرب ديك الطماطيش وتشرب ديك الزبيس، يعني ما يعني تتغلى مليح. هكذا ساعة لساعة حركيها باش ما تلصقناش في الكيكوطة. شوفي كيفاش ربت لي ديك الطماطيش وديك التوابل. انا راه عندي حبة بصل مازال ما درتهاش، خليها تشرب لي مليح في داك الطماطيش والتتبيله. هنا نحطو دوك البصل نخلوها يعني تتغلى ثاني مليح، يعني نخلو البصله ديك تطلق الأسرة نتاعها. دوك نغطيها ونخلي عليها.
هنا نرجع لها. شوفوا داك البصل كيف طقت العصارة، يعني خلوها تزيد تتغلى مليح. يعني لا عينك في البنة، خلي القدرة نتاعك تتغلى. انا مازال ما مرقتش. شوفي البصل ديك كيف طيبت يعني العصارة تاعها. استغفر الله، لا اله الا الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. هنايا دوكي رايحين نمرقو، نسمو بسم الله ونمرقو الكيكوطة نتاعنا. هنا دوكي نحركها ونطفيها ونخليها على نار متوسطة. دوك نروحو للبطاطا نتاعنا. البطاطا نتاعنا ها هي بدات تعبد ونشفت لنا يعني وراها طابت. مازال نخلوها تنشف. هذه لاصوص تاعنا رجعنا ليها، نقيناها يعني عقدت وتجمرت. دوك نحط لها شويه معدنوس ونطفي عليها ونروح للبطاطا نتاعي. البطاطا نتاعنا ها هي نشفت خلاص، ما بقاش فيها الماء. دوك نحط لها يعني كاس حليب على حسب الكميه البطاطا اللي عندي. يعني حطي الحليب على حسب الكميه تاع البطاطا. دوك نخليها تشرب تشرب الحليب هذاك. يعني انا كي جيت نرحي فيها لقيتها خاصه شويه الحليب، لقيتها شويه ناشفه. وانا نرحي فيها سخنت لها يعني زدت كاس حليب ودرتو لها وانا نرحي فيها. يعني لا كانت ناشفه وخاصها الحليب سخنيه، ما تحطيش بارد. وحطي لها يعني الفرماج اللي عندك. للامانه انا ما حطيت لهاش. انت لا عندك فرماج يعني مرصوات هذوك المثلثات، ولا فرماج شيف، ولا البيدون، الفرماج اللي عندك. حبيتي ديريها كما نهار، ما درت لهاش فرماج. شوف يعني البطاطا نتاعنا جاتنا روعه روعه، جات لذيذه بزاف بزاف، جات بنينه. يعني حطيناها وحطينا لها ديك لاصوص وحطينا لها داك اللحم من فوق، وعطاتني نتيجه بنينه بزاف بزاف. نتمنىك تجربيها وشهيتك في الجنه. ونخليك مع فيديو اخر. مع السلامه.